السائل: إذا رأينا رجلا مسلما يفعل الشرك الأكبر لكنه جاهل بهذا الفعل لكونه حديث عهد بالإسلام أو نشأ في بادية لم تبلغه الحجة، ماذا نقول؟ هل نخرجه من الإسلام ونطلق عليه اسم المشرك ونعامله معاملة الكفار قبل أن نقيم عليه الحجة، أم يعذر بجهله؟ المشرك مشرك، إذا عمل ما يقتضي الحكم عليه بالشرك يحكم عليه به. إذا عمل شركا يحكم عليه به وعاقبته إلى الله. ولكن لنا ما ظهر من أعماله وأقواله وأفعاله، ما كان الناس يأخذون إلا بالظاهر، ما يفتش عن القلوب، كما في حديث أسامة وكما قال عمر رضي الله عنه: فمن أظهر خيرا حكم عليه بما أظهر، ومن أظهر شرا حكم عليه بما أظهر. وعواقب الأمور عند الله سبحانه وتعالى، إن كان معذورا إن كان كذلك، إن لم تبلغه الحجة شيء آخر. أما من مات على الشرك فإنه مات على ما يحكم عليه به. نعم.